في ظل سعي الإنسان الدائم حول التطور والنجاح، هناك بعض المؤسسات تسعى إلى التطور والنجاح، وهو عن طريق إثبات قانون تطوير الذات، أي قانون تطوير المؤسسات. اجد لنفسك مكان في القمة لأن القاع مزدحم ازدحام شديد. المارد الأحمر بينجح في تخطي فرقه بهدفين لهدف، هدفين أكثر من رائعين لنسخة قوية جدا من لاعبه حسين الشحات، هداف الجيل ب 56 هدف، بيسعى وبيصل بالنادي الأهلي للمركز الثاني في الدوري ب 48 نقطة في ليلة عاد فيها الغائبين وأبرز ما فيها المصابين. نجم خط هجوم المارد الأحمر وسام أبو علي يعود وبقوة إلى التشكيل الأساسي في ليلة عاد فيها خالد عبد الفتاح بعد غياب طويل 186 يوم عن الغياب عن القائمة الأساسية للمارد الأحمر، يعود وبقوة في ليلة وضعوا فيها كولر أيقونة عكس التيار في التشكيل الأساسي هو طاهر محمد طاهر اللي صنع الهدف الثاني لحسين الشحات. وحين الحديث عن أبرز تصريحات كولر بعد اللقاء وضح حققنا 3 نقاط بعد إحراز الهدفين داخل مجريات اللقاء. أما حين الحديث عن الأداء سيتم مشاهدة اللقاء للوقوف على النقاط الإيجابية والسلبية. أما حين الحديث عن إجهاد اللعيبة وتزاحم الماتشات شيء غير ممكن لأن هم مش آلات أو ماكينات، ما ينفعش لعيب يلعب 20 أسبوع في فترة زمنية قصيرة، ال 20 أسبوع دول من أصل 34 أسبوع. أما حين الحديث عن ال 14 مباراة القادمة قال لك خلاص هيتم عملية تدوير للاعبين، كل اللاعبين هتلعب عشان ما فيش حد يحصل له إجهاد. وحين الحديث بالأرقام هنجد إن سجل مواجهات المارد الأحمر مع نادي فاركو مليء بالانتصارات وقوي جدا، 6 لقاءات بين الاثنين في تاريخهم. النادي الأهلي نجح في الانتصار في 5 لقاءات وتعادلوا في لقاء، ولم يخسر النادي الأهلي من فاركو في أي لقاء. النادي الأهلي ليه 13 هدف وعليه 4 أهداف. أما عن تحديث الدوري المصري الآن نادي بيراميدز بيعتلي صدارة الدوري ب 63 نقطة من أصل 26 لقاء. النادي الأهلي في المركز الثاني لعب 20 لقاء وعنده 48 نقطة. المركز الثالث نادي المصري عنده بالظبط 45 نقطة من أصل 27 لقاء. في المركز الرابع نادي زد لعب 26 لقاء وعنده 41 نقطة. في المركز الخامس نادي فيوتشر عنده بالظبط 41 نقطة من أصل 27 لقاء. نتمنى إن شاء الله صدارة الدوري للنادي الأهلي وينتصر بالدوري ال 44 في تاريخه إن شاء الله. لو جينا بقى اتنقلنا لسوق انتقالات المارد الأحمر، كابتن أحمد شوبير طلع علينا بأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد إتمام صفقة يوسف أيمن نجم منتخب قطر، خلاص إعارة للنادي الأهلي لمدة سنة إن شاء الله هتنور النادي الأهلي المارد الأحمر، وإن شاء الله هتحصل على بعض انتصارات وبطولات هتضع في سجلك الشخصي. وحين الحديث بقى عن العرض المقدم من نادي الخلود السعودي للنادي الأهلي لخطف ألو ديانج، حقيقي بالفعل العرض مقدم فعلا وإدارة النادي الأهلي استقبلته عن طريق الميل، وحاليا بيتم دراسة إن كان ألو ديانج يخرج ولا إبقائه داخل القلعة الحمراء. وحين الحديث عن آخر حاجة بقى الخبر اللي أذاع الفترة الأخيرة حول طاهر محمد طاهر إنه رايح زد أو خارج لفرقة من الدوري المصري، طبعا الخبر ده أذاع قوي جدا وعمل بلبلة كبيرة جدا وسط الجماهير، منهم الكثير اللي وضح إن طاهر لازم يخرج لأن أداؤه سيء، ومنهم اللي قال لا طاهر كويس محتاجين يصبر. أحب أقول لكم أنا مش هقدر أنسى مواقف طاهر مع النادي الأهلي، أولهم هدفه في صن داونز في العشرة، والبنالتي اللي في الترجي في العشرة، وكمان هدفه في السوبر الافريقي امام الترجي، والاسيست اللي عمله في لقاء القمه في السوبر المصري، وكمان مش هنسى له الاسيست الجميل اللي عمله لحسين الشحات امام فاركو اليوم. وحين الحديث عن موقف مصابين النادي الاهلي ابرزهم واحدثهم هو اكرم توفيق. طب الفريق وضح ان حصل له كدمه قويه جدا في لقاء فاركو في الركبه، وهيخضع لفحوصات طبيه للوقوف على موقف حالته بالمشاركه من اللقاء القادم او عدمه. بس احنا بنطمن الجماهير ان اكرم لعب على الاصابه، معناها ان الاصابه مش قويه جدا وان شاء الله مش هتتفاقم. اما حين الحديث بقى عن تاني المصابين هو علي معلول اللي غاب فتره كبيره جدا، وعشان نطمن الجماهير عليه بعد اجراء العمليه هو حاليا دلوقتي في المرحله الاولى من العلاج، وان شاء الله هينتظم وانتظام قوي جدا بحيث انه يرجع ويؤدي بصوره هايله الفتره القادمه ان شاء الله. اما حين الحديث عن ثالث المصابين هو بيرسي تاو اللي رجع من منتخب جنوب افريقيا، مصاب عنده شد من الدرجه الثانيه قوي جدا في الخلفيه، وخضع حاليا دلوقتي للمرحله الثانيه من العلاج، وخلاص قاب قوسين او ادنى من الرجوع للتدريبات الجماعيه. رابع المصابين هو عمر كمال عبد الواحد، احنا عارفين طبعا ان كان عنده شد قوي جدا في العضله الاماميه، ولكن حاليا دلوقتي هو جاهز، كولر بس يشاور يقول ينزل التدريبات الجماعيه يبتدي ينزل. طيب تعالى بقى قبل ما اقول لك النادي الاهلي هيلاعب مين الماتش اللي جاي والساعه كام وفي الدوري ولا في الكاس ولا في بطوله ايه بالظبط من ضمن البطولات، احب اقول لك النادي الاهلي عنده 45 يوم اشغال شقه، 14 لقاء هيلعبهم في 45 يوم بمعدل لقاء كل تحديدا 3 ايام. ضغط قوي جدا على المارد الاحمر، سجل مواجهات ومباريات قويه جدا للسعي للصداره والسعي للبطوله ال 44 في تاريخه. اللقاء القادم ان شاء الله المارد الاحمر هيبقى مع الداخليه يوم الاثنين القادم الساعه 7. نتمنى المارد الاحمر يوصل للنقطه 51 ويقترب خطوه بخطوه لصداره الدوري.
حلقتنا خلصت معاكم، بس اخبارنا ما بتنتهيش. انتظرونا الحلقه القادمه ان شاء الله، وانتصار قادم للمارد الاحمر. بس قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا نعمل لايك للحلقه ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا، بحيث ان صوتنا يوصل لاكبر عدد من المتابعين، ونعمل اشتراك في قناه اليوتيوب ومتابعه لصفحه الفيس ومتابعه لصفحه التيك توك. شكرا لمتابعتكم لينا. ابراهيم مشفاي.